ودعت الساحة الفنية في تونس وشمال أفريقيا اليوم الفنان أحمد العبيدي الشهير باللقب كافون، الذي فرق الحياة عن عمر ناهز 42 عاما، تاركا خلفه إرثا فنيا حافلا بالأغاني والأعمال الدرامية التي لمست قلوب الجماهير. واشتهر كافون بأغنيته الشهيرة حماني التي قدمها برفقة الفنان محمد أمين الحمزاوي، وحققت نجاحا واسعا، لكنه لم يتوقف عند هذا النجاح بل استمر في تقديم أعمال لافتة منها معلش والأيام ومهبولة. وكانت آخر أعماله الفنية أغنية سنين التي طرحها قبل نحو شهر فقط. ولم تقتصر مسيرة كافون على الغناء بحسب، فقد خاض تجارب ناجحة في عالم التمثيل، وشارك في مسلسلات بارزة مثل النوبة وكان يا مكان وحركة الجزء الأول والثاني، حيث أظهر موهبة استثنائية مكنته من ترك بصمته على الشاشة. ولحد هنا نكون وصلنا الفيديو، متنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو لكل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.